السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وقضية جديدة. كنتمنى على انكم تكونوا بخير وعلى خير. القضية ديالنا اليوم غادي تزعزعكم وغادي تبقاو تقولوا واش الدرجة هادي بنادم ولا طماع وباغي كل شيء، وحنا عارفين اللي بغاها كاملة كيخليها كاملة. وهادشي اللي غادي نعرفه في قضيتنا. كبير الكرش كتفرق عليه. المجرم ديال حلقتنا غادي تفرق عليه الكرش من كثرة الطمع اللي كاينه فيه. فبلا ما نزيد نحرق عليكم اكثر من هكا في الاحداث، قبل ما نبداو قضيتنا بغيت نفكركم في الانستغرام ديالي والقناه الاحتياطيه. كنتمنى انكم تشتركوا فيها وتدعموها باش حتى هي ان شاء الله نوليو نديروا فيها فيديوهات اللي هما كثارين. المهم هنا غادي نقول لكم نبداو قضيتنا على بركه الله. القضيه ديالنا اليوم غادي تدينا لواحد الدوار، وتما غادي يكون واحد الشاب اللي في العمر ديالو 28 سنه والاسم ديالو احمد. كان من واحد العائله اللي متوسطه. الاب ديالو توفى وخلاه هو والام ديالو واختو صغر منه اللي باقيه الله كتقرا في الابتدائي. غادي يكونوا هاد الاسره هادي كيكافحوا على انهم يعيشوا، وكان المعين الوحيد لهاد الاسره اللي هو احمد كان خدام عند واحد العم ديالو، وهذا عمو كان مسك عليه الله، عنده الخير، عنده اراضي، فيرمات، عنده بزاف تاع الحوايج. وهنا احمد كان كيخدم عند عمو وكان كيعطف عليه. طبعا هذاك عمو عنده غير بنت وحده اللي كان الاسم ديالها منى. ما عطاهش ربي الولاد، عطاه ليه غير بنيته وحده وهي قرة عينيه، دير ليها كلمه القليل واللي بغاتها كيديرها ليها. طبعا هنا احمد كان كيخدم بضمير وكان كيبغي داكشي اللي يدير، وحتى العم ديالو كان كيتيق فيه وكان عاطيه بزاف تاع المهام. المهم غيبقى خدام مع العم ديالو عام على عام حتى لواحد النهار هنا الام ديال احمد غادي تقول ليه وا ولدي، واش انت دابا درتي 28 عام وباقي ما كتفكر لا تزوج ولا دير وليدات؟ نشوف وليداتك ولعب معاهم. فهنا قال لها شوفي يا مهمتي، هانتي كتشوفي الحاله كي دايره، انا خدام عند عمي ويلاه كي كنتكافاو مع الوقت بيناتنا حنا كاملين، وغير هكاك الوالده. هنا كتشوفي على ان في الدوار حتى شي واحد ما يقبل على انه يعطيني بنته وعرفني انني على قدي، ويلاه كي كنتكافى غير مع المصاريف ديال اختي وديالك انتي وديال الدار، فشكون هو هذا اللي غيقبل بيا؟ فهنا الام ديال احمد غادي تقول ليه ايوا علاش ما غاديش تشوف بنت عمك منى؟ هنا غادي يقول ليها ولكن راه عمي لاباس عليه وبنته غيبغي يزوجها بشي واحد اللي تا هو لاباس عليه ويعيشها في خير اكثر من الخير ديال باها، وما غاديش يقبل بيا، ما كاينلاش تحطي وجهيه في الرمله. هنا غادي تقول ليه شوف ولدي، هذا عمك وهو واثق فيك وخباك وما يمكنش انه يدوزك، وإلا مشيتي انك باش تخطب بنته ما كنظنش انه غادي يقول لك لا، وغير هكاك هو كيثيق فيك وداير كيدو اليمنى وعاطيك شحال تاع الصلاحيات، فغير الله نتوكلوا على الله ونشوفوا شنو كاين. فعلا احمد مع الام ديالو غادي يمشيو، غادي يدوزوا هذيك النهار مع العم ديالو ومراته وبنته، غيبقاو قصارين وجيب يا كلام وقول قول عليها وضحك عليها حتى غادي تدوز واحد الوقيته. هنا الام ديال احمد غادي تقول ليه شوف سيدي، احنا جينا عندكم اليوم طالبين راغبين في اليد ديال منى. هنايا العم بقى كيشوف والولد حتى هو تصدم من الكلام ديال الام ديالو، وهو يقول ليها مرحبا والف مرحبا، ما غلقاش حسن من احمد البنت ديالي، ولكن انا ما نقدر نقول لكم حتى شي حاجه، غادي نسول البنت واذا كانت بغات فمرحبا، نقول لكم غير الله يكمل بالخير. فعلا هنا غادي يتشاور مع بنته وغيقول لها راه ولد عمك بغا يتزوج بيك، اشنو بان لك؟ هنايا منى غتقول ليه بلي ومرحبا، يعني غادي توافق بالفكره وغادي توافق بالزواج مع ولد العم ديالها. هنايا الامور كلها ولات واضحه، غادي يخرج وغادي يقول لهم ايوا الحمد لله البنيته قابله وانا قابل، فنتوكلوا على الله. ومن بعد ما وافقت عليه حددوا النهار ديال الزواج، وفعلا داروا واحد العراسيه قداش تما في الدوار، بحكم ان العم ديالو ما كانش ساكن في الدوار ولكن ساكن في الفيلاج، وكانوا عنده بعض الاراضي زراعيه وكانوا عنده حتى فيرمات اللي كانوا وسط من الدوار. هادشي هذا اللي غادي يخلي هنا العم يقول لولد خوه اللي هو احمد شوف ولدي، دابا انت تزوجتي بنتي وانا غادي نبغيها انها تعيش مزيان، فداك الشيء علاش هذيك الفيرما اللي كاينه عندي تما غادي تسكن فيها انت وبنتي، وغادي نعطي لك الطوموبيل باش تبقى تحرك وتديها للبلايص اللي هي بغات، وهكا هكا راك خدام في هذوك الاراضي اللي كاينين عندي تما، النصيب ديالك غادي يجيك، وبنتي اي حاجه خصاتها فانا اللي غنتكلف بداكشي ديالها كامل. فعلا هادشي اللي غادي يكون، غادي يعطيهم ديك الفيرما غادي يسكنوا فيها وغادي يوليو عايشين عيشه زوينه. هنايا في الكواليس
احمد ما كانش اصلا هذه هي النيه ديالو، حيت اصلا ما كانش كيبغي بنت عمو منى، غير الام ديالو اللي اقترحاتها، وهما كانوا مشاو هكا، وكان هو متاكد على ان العم ديالو غيقول ليه لا، فداك الشيء علاش هو مشى غير باش يدير الخطر لمو. لكن احمد اللي كانت في القلب ديالو واحد السيده اخرى اللي كان الاسم ديالها نزهه، وكانت من نفس الدوار اللي هو فيه، كانوا كيبغيو بعضياتهم، وكان كيوعدها بالزواج مده هادي وهما كيخططوا باش انهم يتزوجوا، لكن كيقول لها غير صبري انني نجمع راسي وديك الساعات نتزوج بيك. هنا نزهه ملي غادي تسمع على انه تزوج غادي تعطيه اتساع وما غاديش تبقى تطوف بساحته. هاد العلاقه اللي ما بين احمد ونزهه حتى شي واحد ما كان عارف بيها، لا الام ديال احمد ولا مراته ولا حتى العم ديالو. ايوا هنا السي احمد ماشي غيقول بلي تزوج بنت عمو ويحافظها ويصونها ويدير ليها كلمه القليل كيف ما الاب ديالها كيدير ليها، وكيف ما الاب ديالها اعطى ليه كاع داكشي انه يدير فيه اللي بغى، على الاقل ما يخونهاش. لا، هو غادي يمشي هنايا لعند نزهه وغادي يقول لها بلي راني بغيت نرجع ليك وباللي بغيت نتزوج بيك. هنا غتقول لي واش كتفلى عليا، واش انت حمق، انت دابا تزوجتي الله يسهل عليك، انا شحال من واحد جاني وكنت كنرفضو على قبلك انت، ولكن انت مشيتي تزوجتي البنت ديال عمك بكل بروده، فدابا الله يعاوني ويعاونك كل واحد يشد طريقه. فهنا غيقول لها شوفي الهبيله، انا هادشي هذا كامل درتو على قبلنا حنا، انا هاد بنت عمي تزوجت بها غير على ود الفلوس ديالها، على قبل باش انني ناخذ داكشي ديالها او لا غير واحد النسبه ومن موراها نتزوج انا وياك. فهنا قالت ليه سير سير غير زايد فيه غير كتهضر. قال لها شوفي لالا صبري عليا غير عام ولا عامين وانا غنبين ليك وعافاك وعديني انك ما تقبلي حتى شي واحد اذا جا بغى يتزوج بيك. فعلا هنا الهبيله غادي تيقو تقول ليه صافي وعليه انا غادي ندير هادشي ونشوف فين غتوصل. المهم هنا سي احمد ولا كيخطط كيفاش يدير باش انه يستولي على داكشي ديال عمو كامل. المشكل هي انها داز العام وداز العامين لكن ما قدر يدير حتى شي حاجه، يعني ما خدت حتى شي حاجه من العم ديالو، بحكم ان العم ديالو واخا زوجو بنته ما كتب ليه والو، ما كتب لبنته حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانت بالاسم ديالو، وحتى من هذيك الطونوبيل مع هذيك الفيرم اللي ساكن فيها كانت بالاسم ديال العم ديالو، يعني هو غير دير فيه خير ومسكنو فابور وخدام معاه وكل شيء، لكن شي حاجه بسميتو ولا بسميت بنته ما كايناش. هو واخا كيثيق في ولد خوه وهو عارف على انه انسان مزيان، ولكن عارف على ان الدنيا غراره وان الواحد ملي يشوف الفلوس كثيره يقدر يتبدل، وخاف على بنته على ان هذا السيد هذا ياخذ ليه هذاك الشيء اللي هو كتب ليه ومن بعد غادي يخلي بنته ويطلقها ويمشي يتزوج بشي وحده اخرى. يعني هو هذا كان مجرد احساس عند العم ديالو وما كانش هو اصلا متاكد منه. المهم هنايا غادي تدوز ديك العامين، فهنا غادي تجي عاوتاني نزهه لعند احمد وغتقول ليه ايوا هالعامين دازت انا تنتسنى فيك عام وجوج، حتى لاش غنبقى انا كنسايل فيك. هنا قال ليها شوفي راه عمي راه جلده وجلطيطه، راه ما نقدر ناخذ منه حتى ريال، عييت ما انني نتحايل ولكن ما بغى يكتب لا لمرتو ولا ليا. انا دابا راه كنحاول على انني نجمع هنا ولهيه وناخذ الفلوس من هنا ولهيه باش انني نقدر حتى انا ناخذ شي ارض ولا ندير شي مشروع صغير اللي نطورو ونزيد به للقدام، وبهكا ملي غنوقف على اساس غادي نطلق بنت عمي وغادي نتزوج بيك، غير زيدي صبري عليا الله يرضي عليك غير واحد شويه. قالت ليه شوف انا ما غادي نصبر عليك حتى دقيقه، شحال من واحد جا دق بابنا لكن انا ديما تنرفض بحجه انك غادي تجي باش تخطبني، لكن عييت. هادشي هذا راه زاد على الحد ديالو والعائله ديالي ولاو شاكين فيا، تيقولوا لي علاش كترفضي هاد الناس كاملين اللي جاو لعندك. المهم هنا غادي يبدا يقنع فيها حتى غادي تقنع وغادي يقول لها شوفي صبر عليا غير واحد 6 شهور وانا غادي نلقى الحل وغنتهنى منها وغادي نجي باش نتزوج بك نتيا. غتقول ليه شوف غنعطيك غير 6 شهور وما غاديش نزيد عليك عليها نهار، اذا درتي شي حاجه مرحبا، ما درتيش الله يعاونني ويعاونك، ودبر راسك نتايا شوف كيفاش دير باش انك تطلق من مراتك. المهم هنايا نزهه غادي تمشي بحالتها للدار، وهنايا احمد غادي يبقى جالس كيتخطط ويمخمخ ويشوف شنو هي الطريقه باش انه يتهنى بمراته. ايوا هنا غادي تطيح عليه واحد الفكره. الصباح بكري غادي ينوض وغادي يوجد الفطور كأن شيئا لم يكن، وغيقول لها دوز نفطروا انا وياك، غادي يفطروا جو رومانسي، المهم الدنيا كيف ما هي. فهنا غادي يقول لها يلاه نخرجوا شويه نشموا شويه ديال الهواء نيت هنايا. فعلا غادي يبقاو غادي كيتمشاو، وتما في هذيك الفيرما اللي هما عايشين فيها كاين فيها واحد البير اللي كيسقيو به داك الشجر اللي كاين عندهم تم.
غادي يقول لها يلا نمشيو للجهه ديال البير، راه تما كاينين شي حويجات زوينين نشوفوهم. فعلا غادي تمشي معاه، هو غيدير راسو انه كيطل من البير، غيقول لها شوفي هي مسكينه على نيتها غادي تطل. هنا غيدفعها وغيلوحها وسط البير. ملي غيلوحها غادي يسد عليها البير وغيمشي بحاله. غادي يدير على اساس ما كاين حتى شي حاجه، غادي يدوز النهار ديالو عادي. من موراها غادي ينعس وكل شيء هو هذاك حتى الغد ليه. هنا الغد ليه غادي يمشي لعند العم ديالو وغادي يقول ليه واش جات منى. غادي يقول ليه علاش منى راها كاينه عندك وما جاتش لعندي ياك لاباس. غادي يقول ليه باللي راني من لفقت الصباح ما لقيتهاش في الدار وانا كيحسب لي على انها جات لعندك، فداك الشيء علاش جيت باش نسولك واش جات واش هانيه وياك لاباس، علاش خرجت وما قالتهاش ليا. فهنايا العم ديالو قال ليه باللي ما جاتش لعندي وباللي انا ما في خباري والو. فهنا قال ليه واش سولتي الام ديالك ممكن تكون مشات لعندها. هنا غيقول ليه لا انا ما سولتهاش جات لعندك، قلت ربما تكون جات عندك انت الاول. فعلا هنا غيمشي احمد مع عمو وغادي يدوزوا عند الام ديالو، غادي يسولها ويقول لها واش منى جات لعندك. غتقول ليه لا ولدي ما جاتش من داك النهار اللي جيتو قصارين عندي. فهنايا الاب ديال منى غادي يتخلع وغادي يدخلوا اليد فين هي بنتي وعلاش خرجت في داك الصباح. غادي يبقاو جالسين تقريبا بالسوايع وهما كيسولوا كاع البنات اللي كتعرف صحاباتها العائله، ولكن حتى شي واحد ما شافها او لا سمع عليها شي خبار. هادشي اللي غيخليه انه يتقلق بزاف وفي نفس الوقت يخليه على انه يمشي يعلم الدرك الملكي. هنا ملي غادي يوصل عندهم وغيقول لهم باللي البنت ديالي مختفيه هذا النهار هذا كامل. الزوج ديالها قال على انه ملي فاق الصباح ما لقاهاش، جا لعندي وسولني، سول الام ديالو سولنا صحاباتها ولكن ما لقينا لها حتى شي اثار. عيينا نقلبوا ما لقيناهاش، داكشي علاش جيت باش انكم تقلبوا معايا على البنت ديالي، راني خايف عليها، راه هي الوحيده اللي كاينه عندي في هاد الدنيا وهي اللي كنكسب. المهم هنايا الدرك الملكي غياخذوا تصويرتها، غادي ياخذوا مواصفاتها وكاع داكشي اللي ممكن يفيدهم في البحث. وهنا قبل ما غادي يديروا حتى شي اجراء غادي يقولوا ليه هو فين هو راجلها، نورمالمون هو اللي خاصو يجي ديكلاري ماشي نتايا. فالمهم هنا قال لهم باللي راه هو كيقلب على برا وانا جيت باش نديكلاري عندكم. هنا غيقولوا ليه ايوا راه خاصو هو يجي يدير المحضر باش نقدروا اننا نخرجوا نقلبوا له على مراته. فعلا غادي يجي وغيعطي الاقوال ديالو وكيفاش دار حتى تفاق وما لقاهاش وكاع داكشي اللي قال الاب ديالها والام ديالو وكاع صحاباتها. المهم هنا من بعد ما غادي يسمعوا داكشي ديالو كامل غادي يخرجوا باش انهم يبداو البحث ديالهم ويشوفوا هاد البنت هذه فين اختفات. اول ناس غادي يبداو يسولوهم هما اللي ساكنين حداهم، العائله الصحابات، وكلهم قالوا نفس الهضره انهم ما شافوهاش وكل واحد قال امتى شافها اخر مره. المهم هنا غادي يسولوا واش عندها شي اعداء، واش كدابز مع راجلها، واش مخاصم معاها. لكن هنا العائله ديال منى سواء من الاب ديالها او الام كلهم كيشهدوا على ان الاخلاق ديال الزوج ديالها الله يعمرها دار وان ما عندهم حتى شي مشاكل، وباللي العكس كيتعامل معها كيف الماء القليل وباللي ما كان مخصصها من والو وديما كتشكر فيه. يعني الاب والعائله كانوا كلهم كيقولوا على ان الزوج ديالها الله يعمر ليه الدار وباللي ما غادي يكون دار لمراتو حتى شي حاجه، حيت هي ملي كانت راه ديما كانت كتشكر فيه. فداك الشيء علاش هنا جدرميه كانوا حيدوا عليه الشبهات، حيت هو ولد الهم كان طابخها وعارف اشنو كيدير. حيت قبل ما انه يقتلها كان ديك الساعات كيتعامل معها زوين واللي بغاتها كيديرها ليها، وهو جالس كيطبخ ليها كيفاش يدير باش يتهنى منها او لا يطلقها. هو كان كيتعامل معها هكاك غير باش انه ياخذ املاكها وهي تثق فيه وتقول هذا راجلي وزماني راه ما يخونني ولا يغدرني. لكن هو كان الهدف ديالو اخر، غير ياخذ فلوسها ويطلقها. لكن ملي ما لقى حتى شي حاجه كيفاش يدير ليها قال اللهم نقتلها ونورثها، وهي مسكينه ما كانش في خبارها كاع هادشي اللي كيتسناها. داكشي علاش العائله ديالها كاملين شهدوا انه واحد الانسان مزيان وكان كيتعامل معها مزيان. المهم هنا غادي يسولوا حتى صحاباتها وداكشي كامل وحتى شي واحد ما غيقول لهم شي كلمه اللي تقدر تفيدهم. هنايا جدرمي غادي يمشيو وغيحاولوا على انهم يقلبوا على طرق اخرى باش انهم يلقاوها. غادي تدوز واحد المده تقريبا شي سيمانه على النهار اللي لاح فيها احمد منى في داك البير. غادي يتلاقى بنزها وهنا غادي تقول ليه واش بصح على ان مراتك خرجات وطجات وما عرفت شي واحد فينا هي. قال لها فهنا قال لها شوفي مراتي ما طجات متى حاجه، انا اللي قتلتها وانا اللي صفيتها ليها ولحتها بداك البير اللي كاين عندنا وسط الفيرما. هنا البنت تشوكات وقالت لي اش كتقول واش متاكد؟ قال لها انا اللي صفيتها ليها وغنتسنى غير تدوز واحد 6 شهور ولا 7
نمشي عند عمي ونقول ليه بلي مراتي راه عييت نقلب عليها وما لقيتهاش، وانت عارف انا راجل ومن حقي نتزوج وخاصني نعيش حياتي. وهو طبعا ما غاديش يقول لي لا، فداك الشيء علاش غادي نقول ليه بلي غادي نشوف شي وحده من الدوار ونخطبها ونجي نخطبك نتيا. فهنا نزهه غادي تقول لي وصافي وعليه ان شاء الله، يلا بسلامه بسلامه. غادي يمشي هو بحالته للدار، وهنا نزهه غادي ترجع للدار وهي كلها كتخمم وكتفكر، والضمير ديالها ما مرتاحش. كيقول لها واحد الراس قولي وفضحي، وهاد السيد هذا اللي غنتزوج به واش يقدر حتى انا يدير ليا شي نهار هكا على قبل شي وحده؟ ممكن على انه ما يكونش وافي ليا، وممكن على ان من بعد يتفضح كل شيء ونصدق في الاخر مجوجه بواحد اللي هو حبايسي. اش خلاني اصلا انا ندير هكا؟ هادشي اللي غيخليها هنا على انها غادي تعاود لواحد صاحبتها، وهاد صاحبتها كانت هي بنت القايد، غادي تعاود ليها كاع داكشي اللي دار هنا احمد. طبعا هنا البنت غادي تمشي عند باها وغتعاود ليه كل شيء. القايد غيمشي عند جدارميه وغيعاود لهم حتى هو كل شيء، وهنا جدارميه غيمشيو طايرين لعين ما كان، غادي يدقوا عليه فلان فين هو البير. هنا غيتصدم وما غيعرف باش يتبلى، يقول ليه اين بير. هنا قبل ما غيكمل الكلمه ديالو غادي يمشيو داجا لداك البير حيت هما وصفوا ليه فين كاين. غادي يدخلوا غير غيحلوا داك الغطاء ديالو، غتطلع معاهم واحد الريحه اللي هي كريهه، ما غاديش يقدوا اصلا يبقاو واحد المده طويله. غادي يجيو هنايا الوقايه والناس ديال الشرطه العلميه باش انهم يجبدوا هذيك الجثه ويديوها لمستودع الاموات، ويعتقلوا في نفس الوقت احمد ويقولوا ليه كيفاش درتي ليها وعلاش درتي لها هاد الحاله هذه. فعلا هنا احمد ملي غادي يمشي لعندهم غادي يعاود لهم بالتفاصيل كي دار حتى قتلها وكيفاش دار حتى تهنى منها، وغير هكاك غادي يعترف على انه كان كيبغي واحد السيده واللي بغى يتزوج بها وهادشي كامل. وفعلا من بعد ما غادي يكون هنا جابوا نزهه حتى هي غتعترف بداك الشيء وغتقول لهم بلي فعلا كانت واحد العلاقه بيناتنا، وبلي قال لي غيطلق مراته ماشي قال لي غيقتلها، وانا ما فخباريش انفو عرفت على انه قتلها قلتها لصاحبتي باش تعلم السلطات حيت انايا كنت خايفه وما بغيت نمشي حتى شي بلاصه. المهم هنايا فعلا غياخذوا اقوالها وغيطلقوا الصراح ديالها. من بعد الاقوال اللي غادي يقول هنا احمد غادي يعرفوا على انه مذنب وانه قاتل مع سبق الاصرار والترصد، وبهكا غادي يحكموا عليه ب30 عام ديال الحبس. ونورمالمون هاد النوع هذا د الرجال خاصهم يتحكم عليهم بالمؤبد اقل حاجه باش يكون عبره لواحد اخر. المراه كدير فيه الثقه وكتعطيه حياتها وتعطي ليه كل شيء، وحتى العم ديالو مسكين كان دايرو الدرع ديالو ليمن، لكن في الاخر غادي يخونو بديك الطريقه اللي هي خايبه. غادي يرزيه في بنته الوحيده اللي خرج منها من الدنيا واللي كيضرب تماره على قبلها. وغير هكاك عطى ليه شحال من حاجه، طونوبيل للدار ما مخصو حتى شي حاجه، ديما تقضيه الزينه عنده، ديما اللبس الزين عنده، المهم ما كان خاصو من والو. وفي التالي غيغدروا هاد الغدره الخايبه، غدر بنته وغدروا هو، غدر امه وغدر لونطوغاج ديالو كامل. ايوا هذه هي القضيه ديال اليوم كيف ما كتسمعوها، مؤلمه ديال بصح. مشات ضحيتها واحد الانسانه اللي كانت عاطيه النيه ديالها للزوج ديالها، لكن للاسف ما كانش كيستاهل ديك النيه ديالها او ديك الطيبوبه اللي كانت عاطيه ليه. كنتمنى انكم تاخذوا العبر وانكم ما تثقوش في حتى شي واحد، وديما خذوا الحيطه والحذر، وماشي اي حاجه كتلمع راه ذهب، ممكن انه يكون زاج وفي التالي انفو تقيسو يجرحك. حيت ديما بحال هاد الجرائم هادو تيكونوا بسبب دوك العلاقات القديمه اللي كيرجعوا يحياو، وكيولي الواحد ما تيطيقش ديك اللي معاه وباغي يعيش مع ديك الانسان هذا اللي قدامه. ايوا هذا ما كان، بلا ما غادي نزيد نطول عليكم اكثر من هكا في هذه القضيه هذه. غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف الا وصلتوا حتى لهنا، وشكرا لاي واحد كيشترك في القناه ديالي. وبالنسبه للناس اللي ما كيشتركوش وكيتفرجوا غادي نقول لكم كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، حيت راه والله حتى فابور ما كتخلصوا عليها والو وحتى حنا ما كنتخلصوا منها حتى حاجه، غير هي انها كتدعمنا وكتشجعنا اكثر اننا نزيدو. وغير هكاك لي لايك حتى هما كيخليو الفيديو انه يطلع، وبالخصوص في الدقائق الاولى من الفيديو. فهنا بلا ما نزيد نطول اكثر من هكا غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف، خليت لكم الراحه ويكي يعاون ربي.